بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصدقاء المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة. أما بعد، شهدنا جميعا عملية الاعتداء على شاب يمني في تركيا من قبل مجموعة كبيرة من الشباب التركي. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر، على رأسها الجزيرة والعربية والحدث وقنوات عالمية أخرى. جزء من هذه القنوات احنا عارفين توجهاتها وانه استغلالها لهذا الخبر سياسي. كذلك اشتعلت مواقع السوشيال ميديا اليمنية والعربية بهذا الحدث، وكل واحد أدلى بدلوه. وأنا في الحقيقة لم أكن أعتزم الحديث في هذا الموضوع، ولكن عندما تصل المسائل إلى وعي الشعب اليمني ستجدوني حاضرا، لأني مستغرب من ردود أفعال بعض الإعلاميين اليمنيين اللي أنا بحبهم واحترمهم، على رأسهم أخي العزيز محمد المسبري اللي نشر أمس فيديو يتحدث فيه أنه الشعب التركي ليس عنصري، تركيا لا تضطهد العرب، ورجعنا لأيام الحرب العالمية، وأنه تركيا والعرب يعني هيسودوا العالم. يعني على مين هذه الشعارات يا محمد؟ يعني أنا عارف أن أنت صادق في حديثك، هذا ما تراه، ولكنك لا ترى الصورة الكاملة، أنت ترى ما هو في محيطك فقط. احنا عارفين أنه الشعب التركي شعب لطيف وشعب ليس عنصري إلى حد كبير، جزء من الشعب، ولكن جزء كبير من الشعب التركي عنصري. النظام الحكومي في تركيا صمم من فترة طويلة لاضطهاد المسلمين، الأحزاب المعارضة كل برامجها كل دعايتها كل دعواتها لاضطهاد المسلمين، وعنصريتهم ليست عرقية. لا أحد يصور لكم أن العنصرية هنا عرقية ضد العرب، العنصرية هي ضد المسلمين، عنصرية ضد المسلمين. ولا أجل على ويش ارتكزت حملة كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية 2023 أمام رجب طيب أردوغان؟ ألم ترتكز على اضطهاد الإسلام والمسلمين في المناهج، في التعليم، في المدارس، في الحجاب، في الشوارع، في الاستثمارات؟ ألم تستند حملة كليجدار أوغلو على طرد العرب من تركيا؟ والكارثة أنه حصل على نصف الأصوات تقريبا 48-49%. هذا طبعا الناس اللي صوتوا له هم معظمهم الشباب الجيل الجديد اللي يشتي العلمانية ويشتي تركيا للأتراك فقط. ألا يثبت هذا أنه في عنصرية فعلا ضد المسلمين في تركيا؟ ليست من كل الشعب ولكن من جزء من الشعب. طيب إيش اللي بيسويه أوميت أوزداغ الآن في تركيا هو والبلدية؟ أليست اضطهاد العرب، إغلاق الاستثمارات العرب، تحطيم لمحلات العرب، إنزال للافتات العربية؟ أليس هناك محاولة من المعارضة، والبلدية هي تبع المعارضة، أليس هناك محاولات لطرد الاستثمارات العربية من تركيا؟ هذا يحدث. الهدف الآن هو جعل معظم الاستثمارات أو كل الاستثمارات في تركيا استثمارات أمريكية أوروبية، كي تظل تركيا تحت القدم الأمريكية الأوروبية. أنت فاهم موقع تركيا، وفاهم حجم الاقتصاد التركي، وفاهم حجم التسليح والصناعات النوعية العسكرية في تركيا، خصوصا بعد نهاية اتفاقية اللي ستسمح أو سمحت فعلا الآن قبل سنة لتركيا باستخراج نفطها وغازها. أنت فاهم لما تكون تركيا من مصاف دول العالم الأول بدون استثمارات غاز ونفط، تخيل الآن لما تخرج الغاز والنفط ويذهب كله للتسليح وللتطور، تركيا ستتفوق على الدول الأوروبية. وهنا يتم استغلال المعارضة لتحطيم تركيا. هم يقولوها لك يعني صراحة نحن نسعى لتحطيم تركيا، لتدمير تركيا. كيف؟ بنشر العنصرية بين الجيل الجديد. هذا ما يحدث. صحيفة بني شفق قبل يومين نشرت تعليق انه خبر كامل انه تحريض المعارضة التركية يؤدي الى نشر العنف والفوضى ضد العرب والمسلمين. هذا يحدث في تركيا، فإن احنا نصور انه هذا مش موجود في تركيا. الكلام هذا غير صحيح. اجل وش اللي يمارس الآن ضد السوريين؟ السوريين أليس السوريين امتداد ل2 مليار مسلم؟ أليسوا امتداد لنصف مليار عربي؟ ليش هذا الاضطهاد كله ضد سوريا وضد السوريين؟ يعني لو تركي سكران صدم في شجرة يلبسوها للسوريين، يقول لك السوريين، مع أن السوريين من أعظم الشعوب العربية، وما حدث في بلدهم شيء غصب عنهم، ما أهانهم إلا ما حدث هناك. فإن احنا نصور انه لا يوجد عنصرية في تركيا، هذا كلام غير صحيح. انا اتفق معك في نقطة، انه الشجار بين الشباب الاتراك والشاب اليمني لم يكن بدوافع عنصرية، لم يبدأ بدافع عنصري، ولكنه انتهى بعنصرية. ليش؟ لانه المعارضة التركية تصور دائما للاتراك بالذات للجيل الجديد انك اذا ضربت انت وعربي او مسلم انت مش هتتسجن. ليش؟ لانك انت تركي، انت افضل من العربي والمسلم. هذا ما تعلمه لهم المعارضة التركية وأوميت أوزداغ. يعني أوميت أوزداغ هذا قاعد يتبلطج بس على المستثمرين العرب. هدفه الأول هو يعني
تنفير كل الاستثمارات العربية من تركيا. إذن هناك عنصرية داخل تركيا، ودك تشوفها بوضوح، اذهب للضواحي في أي مكان في العالم، ودك ترى العنصرية ضد الأقليات أو الجاليات، اذهب إلى الضواحي. ألا يتم الآن الدعوات لطرد العرب؟ وأردوغان طبعا هو قد يكون غير موافق على ما يحدث، لكنه مش قادر يعمل شيء، لأنه المعارضة التركية أثبتت قوتها في انتخابات 2023. هو فقط يكتفي بالشجب والندب وتسجيل الاعتراضات، لكنه لا يعاقب أحد. طيب الآن بيقول لك بتقول إنه تم اعتقال هؤلاء الأتراك، فالمسألة انتهت. لم تنتهي. اعتقالهم لا يعني انتهاء العنصرية في تركيا. يعني في اليمن مثلا، تعال أعطيك مثال، هناك عنصرية مقيتة طبقية ضد ممتهنين بعض المهن مثل الحلاقين. لو جاء واحد الآن اتضارب مع حلاق وضربه، هل هيقولوا له خلاص أنت ما لكش علاقة، هو حلاق عادي؟ لا، القانون سيعاقب اللي ضرب الحلاق. لكن هل يعني إنزال هذه العقوبة إنهاء العنصرية ضد ممتهنين مهنة الحلاقة في اليمن؟ العنصرية موجودة في تركيا، قد لا يكون يعني توجه من أردوغان، لكن الحكومة اللي تحته المعارضة ومعها كل الحرية في نشر أفكارها عنصرية. 49% انتخبته بعد ما أدلى أنه سيطرد العرب من تركيا، علما أنه المعارضة التركية هي تكره المسلمين وتكره الشعب التركي نفسه. طب سيبنا من هذا، تعال نتكلم في موقف السفير. أنا كنت منتظر إيش هيقول السفير. السفير في النهاية قدم خطاب غزل، يعني كلام عاطفي مش كلام سفير في دولة، أنه سنأخذ بحق مواطننا بالقانون وسنحرص على تطبيق العدالة، ونحن لا نسمح بالتطاول على مواطنينا، ونحث ونشكر الحكومة التركية للتحرك السريع في إنهاء هذه القضية. يعني معظم كلامه كان عاطفي، واللي هو يحث الشباب اليمنيين على عدم افتعال المشاكل هناك. يعني هو هذا اللي قدرك الله عليه. يعني أنا عمري ما شفت واحد يروح يطلعوا له عصابة يدقوه في أي مكان في العالم يطلع سفير يقول لا تفتعل المشاكل. أنا عارف إنه قد تكون نصيحة، لكن هذه تقولها في الجالية، تقولها في الموقع، مش تقولها في البيان الرسمي حقك، إنه لا تفتعلوا مشاكل، لا تتخانقوا مع أحد. مواطن كيف لا مواطن طبيعي، أنا سافرت أي مكان في العالم مواطن، إذا حد اعتدى علي أرد عليه، إذا واحد أهانني هيكون لي رد فعل، مش همشي موطي راسي لأني حامل جواز يمني. أصدقاء المتابعين، أولا شكرا لمحمد المسمري في الفيديو اللي نزله أمس، وأنا عارف أنه هو صادق في الكلام اللي قاله، هو اللي قاله هو ما يراه، ولكن الموضوع أعمق. أنا مش عايش في تركيا، لكني متعمق جدا في السياسة التركية وفي الشأن الداخلي التركي. تقريبا أنا متعمق في الشأن لكل الدول العربية، أنا أتابع عن كثب وبحثاث الجميع. فشكرا لكم يا شباب، شكرا لكل الناس اللي تفاعلوا مع هذه القضية. أنا في البداية لما أكون أراها قضية كبيرة، يعني خناقة بين شاب وشباب بتحصل في كل مكان في العالم، تحصل بين الأكراد والأتراك وبين العرب وفي كل مكان، يعني تحدث هذا الشيء. فلم أرى أنه موضوع كبير، ولكن البلبلة اللي حصلت حوالين الموضوع وهذه الليلة كلها، وبعدين توجيه الموضوع في اتجاه آخر، وأنه ما فيش عنصرية في تركيا. لا، في عنصرية في تركيا. انتخابات 2023 كشفت الوجه الآخر لتركيا، ليس كالسلطة الحاكمة الآن أردوغان، ولكن لأحزاب المعارضة اللي تحته اللي تتحكم في جزء كبير من الحكومة التركية. في ختام هذه الحلقة أصدقاء المتابعين، هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسلمي الجميع.